فبجد من الناس اللي خدمتني وقدمتني صح استاذ حسن السيفي. فكنا قاعدين في البروفا فبيكلموا الناس، فقلت له بابا حسن يعني ممكن نقترح على حضرتك اقتراح؟ قال لي اتفضلي. قلت له انا شايفه كده يعني لو تحب يعني في الدور ده فاضي صح، ممكن فلان او فلانه او يعني لو تحب. والله يا هند ممكن هو يكون بيفكر فيه او يعني اسمه مش تايه منه. ده انا بقول ان الفنانين ممكن لو قعدنا في بروفة الترابيزه او في البدايه او في القرايه المبدئيه ولسه في ادوار فاضيه، او في الكلام العادي انا قريت الورق مثلا وفي حد في دماغي مثلا كلمني او انا شايفاه يصلح فبقترح والله يا بابا في فلان لو قدرت ترشحه في دور معاك، والله يا استاذ وجيه الشناوي مثلا الله يرحمه عملت ممكن له هم 5 يكونوا اعمال بيعملوا نفس كده بس القصه. المخرجين ما بيرضوش. ممكن هم يكونوا بيرشحوكي بس المخرجين ما بيرضوش، ولا لا؟ لا يا جماعه اصل المخرجين مش هترضى ليه؟ الناس يا جماعه مش عايزين بس نوصل للراي العام اصل هم ان عايزين ان في حاجه مش مظبوطه. لا يا يا جماعه استاذه هم عايزين ممكن هم يكونوا برضو. بيرشحوني، افرض المخرج مش شايف هند في الدور ده، شايف حد تاني وجه جديد، ما شايف هو وجه جديد، المخرجين هو دلوقتي حر.